اصرح تصريح زي ده واحنا لسه ما فزناش غير مباراتين اتنين وكسبنا جيبوتي وكسبنا سيراليون؟ طبعا ده تصريح مش في توقيته ولا في مكانه، وتصريح غريب جدا. يعني انا عايز اقول لمصطفى محمد ان الكابتن حسن شحاته فاز مع جيل ابو تريكه وعماد متعب واحمد فتحي ب3 نهائيات كاس افريقيه. الجيل ده لسه ما حققش حاجه، واحنا لما رحنا لعبنا في كاس الافريقيه وخسرنا في النهائي من السنغال بضربات الجزاء، ده طبعا كان سبب طريقه اللعب الغريبه اللي كان بيلعب بيها مستر كروش، اللي كلنا شفنا ان هي كانت طريقه دفاعيه بحته، واحنا زهقنا الناس في الكوره عشان نوصل للنهائي، وفي النهايه خسرنا في النهائي من السنغال بضربات الجزاء. ولكن التصريح اللي قاله مصطفى محمد كان المفروض لسه مش وقته خالص ومش في مكانه ولا توقيته نهائي. احنا لسه ما صعدناش ولسه ما حققناش اي حاجه، والطبيعي على فكره اللي في التصفيات ديت ان احنا نصعد اول ونصعد لنهائيات كأس العالم، ساعتها هنقول احنا حققنا انجاز وعملنا حاجه تشرف الكره المصريه كلها. لسه بدري عشان نقول ان احنا من الجيل الذهبي ومن افضل الاجيال في تاريخ الكره المصريه. تصريح مش في توقيته تماما. يعني احنا لسه هنقابل بوركينا فاسو وهنقابل غينيا بيساو، هيتعبونا جدا 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 نحقق الفوز عليهم، وبرضه ما نصرحش التصريح ده غير في نهايه التصفيات لما نصعد لنهائيات كاس العالم. ده اول حاجه في حلقتنا النهارده، وكان ردي على مصطفى محمد. تاني حاجه هتكلم عنها هو الاعلام المصري اللي نفخ اللعيبه بعد المباراه، وسيف زاهر طلع قال لك الجيل الذهبي للكره المصريه جيل ذهبي على ايه؟ لسه ما حققناش اي حاجه، ما حققناش اي حاجه من اللي حققها الجيل السابق بقياده المعلم حسن شحاته، وده فعلا اللي كان الجيل الذهبي لمنتخب مصر لما كان فيه ابو تريكه وبركات وعماد متعب ومحمد شوقي وعصام الحضري، لما رحنا ولعبنا في كاس القارات واحرجنا البرازيل وكسرنا الدنيا هناك. احنا لسه ما عملناش اي انجاز عشان ننفق في اللعيبه، زي مثلا صفحه الاهلي او الموقع الرسمي للنادي الاهلي لما نزل صوره محمد الشناوي وقال الاخطبوط. طبعا محمد الشناوي حارس كبير وعمل مباراه كبيره جدا جدا وعمل تصديات اسطوريه، ولكن انا كمنتخب مصر اللي حاصل على بطوله افريقيا كذا مره وصاعد لنهائيات كاس العالم قبل كده ومتوج ببطولات كتير، ان انا ما احتفلش بحارس المرمى بتاعي وانا بلعب ضد المنتخب السيراليوني المتواضع. ازاي نبقى منتخب مصر وانا الجيل الذهبي على راي مصطفى محمد وعلى راي سيف زاهر لما قال الجيل الذهبي لمنتخب مصر، ومصطفى محمد يقول لك الجيل من افضل الاجيال التاريخيه في منتخب مصر، واحتفل بتالق الشناوي امام منتخب سيراليون. ازاي انا منتخب مصر واحتفل بتالق حارس مرماي؟ الطبيعي اصلا ان انا دايس على سيراليون طول الماتش وان انا هاجم واضيع فرص. ده سيراليون انطرد منها لاعب، وده كان سبب كبير في فوزنا بالمباراه وتحقيقنا صداره المجموعه وتحقيقنا 6 نقاط. ازاي انا ابقى المنتخب المصري الحاصل على البطولات الافريقيه وصعد لنهائيات كاس العالم واحتفل بتالق محمد الشناوي حارس المرمى؟ طبعا محمد الشناوي مش بقلل من قيمته ومن التصديات الاسطوريه اللي عملها في مباراه امبارح، ولكن مش عايز نضخم في اللعيبه وننفخ في اللعيبه ونيجي بعد كده ما نقدرش نسيطر عليهم. احنا لسه ما صعدناش لكاس العالم، احنا قابلنا جيبوتي وقابلنا سيراليون، منتخبين متواضعين جدا، وما ينفعش وما يليقش بمكانه وقيمه منتخب مصر والكره المصريه كلها ان انا احتفل بتالق محمد الشناوي بالتصديات اللي عملها وانا بقابل سيراليون وانا بلعب ضد جيبوتي. اهم حاجه الكل يكتب لنا في الكومنتات اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد عليه الصلاه والسلام. دلوقتي هشرح لكم هل احمد السيد زيزو ظالم او مظلوم، وهل روي فيتوريا ظالم احمد السيد زيزو بمشاركته في المكان ده، وليه الجبهه اليمين جبهه محمد هاني كانت مخترقه طول المباراه. ولكن عايز كله يركز معايا في السبوره، واصحابه وحبايبي بقى يا شباب ما ينسوناش في اللايك والشير بعد اذنكم. على الورق يعني انت تبص على اللوحه وعلى الورق تشوف وتقول ان منتخب مصر كان بيلعب 4-4-2. طبعا دول 2 قلب الدفاع، وده محمد هاني وده محمد حمدي الباك الشمال، وهنا طبعا بيلعب ب4 في نص الملعب على الورق. يعني انت تشوف على الورق وعلى اللوحه وعلى السبوره تقول ان المنتخب المصري كان بيلعب 4-4-2، ولكن في الواقع المنتخب المصري كان هنا بيلعب باحمد السيد زيزو. المفروض ان احمد السيد زيزو بيلعب جناح يمين ماشي، ومحمود حسن تريزيجيه جناح شمال، وقدام محمد صلاح
محمد صلاح ومصطفى محمد. ولكن روي فيتوريا عامل ايه بقى؟ المكان ده طبعا يعني مكان احمد السيد زيزو، المفروض هو في مركز الجناح، لان انت بتلعب ب 4-4-2، يعني 4 مدافعين واربعه في نص الملعب اللي هم مثلا محمد النني وحمدي فتحي زي ما بدا امبارح، ومحمود حسن تريزيجيه واحمد السيد زيزو، وهنا محمد صلاح وهنا مصطفى محمد. على الورق 4-4-2، ولكن في الواقع في المباراه امبارح وفي المباراه السابقه واللي شفناها هنا احمد السيد زيزو بيلعب في نص الملعب في مركز 8، ما هوش بيلعب جناح زي مع الورق وزي ما التشكيله بتنزل للاخوه الصحفيين والاعلاميين. التشكيله هنا المفروض على الورق بيلعب احمد السيد زيزو، ولكن الحقيقه احمد السيد زيزو دايما بيضم لنص الملعب، وخصوصا ان احنا امبارح كنا بنلعب خارج الارض، فكان عايز بينزل ويضم نص الملعب عشان نبقى بنلعب ب3 في نص الملعب اللي هم محمد النني وحمدي فتحي واحمد السيد زيزو. لما كان احمد السيد زيزو بيضم هنا لنص الملعب طبعا كان بيسيب فراغ كبير وجاب كبير هنا في الجبهه اللي بيلعب فيها محمد هاني، واللي كان بيلعب عليها اميدو كريم، وكان بيخترقها طول المباراه. هنا كان بيخترقهم منتخب مصر من جبهه محمد هاني. ليه؟ لان احمد السيد زيزو بيسيب مكانه اللي هو المفروض بيلعب في مركز الجناح، عشان محمد صلاح بيلعب هجوم بجوار مصطفى محمد، وكان بيضم لنص الملعب عشان يقفل عمق الملعب مع النني وحمدي فتحي. فكان لما بيضم لنص الملعب كان هنا المنتخب السيراليوني بيخترق جبهه محمد هاني، وكان عامل جبهه قويه جدا عليها. لذلك اما كان بيضم احمد السيد زيزو هنا ما كانش محمد صلاح بيقوم بالدور انه يرجع ويقفل جبهه احمد السيد زيزو، وما كانش بيغطي مكان احمد السيد زيزو اللي كان بيبقى فاضي تماما، وكان بيبقى فيه مساحه كبيره جدا كان بيلعب عليها المنتخب السيراليوني. وانا شايف ان افيد كان هيبقى تواجد امام عاشور في المكان ده، كان هيملأ الفراغ وكان هيعمل حائط صد اول امام جبهه محمد هاني. انما للاسف احمد السيد زيزو بيلعب في المكان ده عشان يخدم على محمد صلاح، مع ان تواجد امام عاشور كان هيبقى هنا، كان هيغطي المساحه اللي ورا محمد صلاح اللي هي الجاب ده كله، وكان هيقفل على الجناء الباك اليمين محمد هاني، وما كانش هيقدر المنتخب السيراليوني انه يخترق منتخب مصر في المكان ده. وطبعا كان هيبقى تواجد امام عاشور وحمدي فتحي او مروان عطيه ومحمد النني طبعا ده كان هيبقى نص ملعب حديدي، وما كانش اي حد هيقدر يخترق منتخب مصر. انما للاسف روي فيتوريا مصر على تفكيره وعلى رايه بدخول احمد السيد زيزو لمنتصف الملعب، وهنا طبعا بيبقى فيه جاب كبير جدا المساحه دي كلها، لان محمد صلاح طبعا ما بيقومش بالادوار الدفاعيه وبيضم